المرة الثانية يعتصمون أمام البرلمان المغربي، عددهم يناهز 400 أسير مغربي سابق، بعضهم قضى في الأسر ما يزيد عن 30 عاما قبل أن تطلق سراحهم جبهة البوليساريو، وهم الآن يقولون إن الدولة تخلت عنهم بعدما أفنوا شبابهم في الصحراء. ونحن الآن نطالب بحقوقنا، ليس من أجلنا، من أجل أبنائنا. جينا شباب وجينا شياب، كاين اللي عنده ولد عنده عام عامين، كاين اللي ما كيولدش، اللي مشى على 23 عام جا على 50. عندنا مشاكل كثيرة خاصة مادية، ومشكلنا مشكل اجتماعي، مشكل حقوقي ليس بسياسي. أحمد هو الآخر انضم للجيش المغربي قبل أن يقع في الأسر عام 89 من القرن الماضي، وظل محتجزا في الصحراء 17 عاما. هو الآن يشتكي ضعف معاش التقاعد وضآلة التعويضات. احنا قدمنا حياتنا وشبابنا لهذه البلاد هذه، وكانت تشوف لجهتنا وتردنا اعتبار شويه. بالاقل من اضعف الايمان نعيشوا هذا الشيء اللي بقى لنا من حياتنا مرتاحين، وحنا الاطم وهو اللي لقينا صحابنا اللي جاوا معنا توفاوا وخلاو ولادهم في السن تاع ولادنا، كيفاش تعاملت معهم الدوله. هذاك هو الدافع اللي جعلنا خرجنا للشارع، لان شفنا ولادهم ماتوا ولادهم معاهم. يقول الأسرى إن الحكومة السابقة أخلت بتعهدات لها العام الماضي بزيادة المعاشات ومخصصات السكن، وهو الاتفاق الذي قال حقوقيون إنه لم ينفذ بسبب تغير الحكومة وأسباب تتعلق بالميزانية. نحن طبعا في هذا البلد لا نقبل أن يكون وطننا وطن جاحد، ووطن يتسع لكافة مواطنيه، وبالتالي أعتقد على أنه نحن من واجبنا الأخلاقي سنتدخل مرة أخرى من أجل إيجاد المخارج الممكنة، علما على أن ما تم تضمينه في هذا المحضر يتحدث عن بعض الطلبات التي يمكن تنفيذها بالتدرج وليس دفعة واحدة. يضاف ملف الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو إلى ملفات ورثتها حكومة العدالة والتنمية من سابقاتها، وهي مطالبة الآن كما يقول الأسرى بالاستماع إليهم لإنهاء اعتصام أكمل شهره الأول.